يا هلا يا هلا يا مرحب، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ وحشتوني والله. بما اننا في فصل الشتاء فبيبقى ما بنحتاجش مزيلات العرق كتيرة، يعني او احنا ما بنستغناش عنها، لكن بتبقى يعني بنقل منها شوية، بما ان نسبة التعرق عندنا بيبقى في الشتاء اقل شوية. لكن عموما احنا ما بنستغناش عنها لا صيف ولا شتاء. انا بقى بعمل يعني خلطة كده، انا بستعملها على طول دايركت، صيف شتاء، قاعدة في البيت بره البيت، بعمل اي حاجة انا بستعملها، اول مثلا ما باخد حمام بستعملها، نازلة مثلا بستعملها، قاعدة في انا بصي على طول انا بستعملها. تمام. الوصفة دي انا كنت عملتها من 3 سنين فاتوا، دلوقتي طلعت ترند. تمام. لان انا كنت عملتها على قناتي على اليوتيوب، والمهم يعني هي طلعت دلوقتي ترند، فانا يعني انا هقول لكم على الوصفة اللي انا بستعملها ومن زمان. اول حاجة انا بستعمل مزيلات عرق كتير، روكسون، وكنت جبت كمان من ماي واي اللي هو اهو لو انتوا شايفينه المزيل ده. ما استعملتوش قوي يعني لان حسيت ان هو مش حلو. طبعا فا ده انا من عشاق الفا، المزيل العرق ده، وعندي منه كذا لون. تمام. هنعمل ايه؟ اللي هي البودرة بتاعت الجسم، اللي هي اللي احنا بنبدر بيها نفسنا بعد ما بناخد حمام او بعد ما بنطلع من الحمام وكده. دي انا كنت جايباها من ماي واي، رخيصة جدا على فكرة، مش غالية. في انواع بره بتبقى غالية، احنا بنتكلم في اقل التكاليف. المهم البودرة دي بتاخدي منها شوية. تمام. يعني تقريبا بتبقى معلقة. حلو. معلقة على دي اهي يا جماعة قدامكم اهي. دي اسمها شبة بيضة، شبة بيضة. بتطحن، بتيجي يا اما مطحونة وعليها معطر، انا ما بحبهاش. هي بتبقى للتجميل، معطرة للتجميل. شبة بيضة معطرة، اللي هي بتبقى ناعمة، وبتيجي من عند العطار ناعمة، بتبقى ليها ريحة شوية، ريحتها حلوة. تمام. انا ما بستعملهاش، ما بحبهاش، لاني جبتها وجربتها في الوصفة دي ما عجبتنيش. انا بجيبها زي ما انتوا شايفين كده حجر. تمام. وبطحنها على ايدي. حلو. بحط منها معلقة على معلقة بودرة. تمام. عندي كذا لون اهو، لان انا بستعملها على طول. خدي بقى زي ما انت عايزه، اي لون انت، اي ريحه انت عايزاها، مفيش مشكله. بتاخدي معلقه شبه بيضه على معلقه بودره. تمام. ما عندكش البودره دي ممكن تستعملي بودره تلج، بودره اطفال، ما عندناش اي مشكله. ده يمشي وده يمشي. حلو. المكون الاساسي بقى اللي هنظبط بيها ميه الورد. حلو. ميه الورد دي بتحطي ضعف الكميه، يعني انت لو حاطه معلقتين، معلقه شبه بيضه، معلقه بودره، بتحطي معلقتين من ميه الورد. تمام. وبتقلبيها كويس، وبتحطيها في اي عبوه عندك قديمه، عندك عبوات المزيلات اللي عندك القديمه، بتحطيها فيها. بس في تركايه بقى بسيطه، يعني انت لو عندك دلوقتي مزيل عرق، هو لسه موجود ولسه فيه كتير. تمام. بحط بس نسبة بسيطة خالص، يعني مثلا انا لو حاطة معلقتين، معلقة من الشبة ومعلقة من البودرة، بحط نص معلقة من المزيل اصلا اللي انت بتجيبيه. تمام. على الوصفة دي، وبتستعمليها بسم الله ما شاء الله. آه لا بتحسي بريحة عرق. الشبة البيضاء بتمنع السمار اللي بيبقى موجود على الجلد. تاني حاجة الشبة زي ما انا قلت لك، بتمنع التعرق، او لما بتطلع ريحة العرق ما بتطلعهاش ريحتها نفاذة ووحش. تمام. يا رب بس الوصفة دي تكون عجبتكم. دي وصفة والله انا عاملاها من زمان، يعني انا بقالي اكتر من 3 سنين منزلها على القناة، وان شاء الله باذن الله هنزل لكم ال- اللينك بتاع القناة ان شاء الله، عشان اللي حابب يعني يزورني يعني. اتمنى انكم تجربوا الوصفة، وان شاء الله باذن الله تعجبكم. باي باي.